في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن احسن 3 طرق لازالة زفارة الفراخ. طبعا زفارة الفراخ من الحاجات يعني يعتبر من ارخم الحاجات اللي بنقابلها في المطبخ. ومن الصعب جدا ان هي تتشال، لكن انا هقول لكم النهارده ان شاء الله على احسن 3 طرق لازالة زفارة الفراخ. بالنسبة لمية النقع اللي احنا ننقع فيها الفراخ، المية دي هنقعد فيها الفراخ لمدة 15 دقيقة. عبارة عن مية، معلقة ملح، معلقة كبيرة سكر، عصير ليمون، ونحط قشر ليمون فيها برضو، معلقة خل، معلقة طحينة. السر هنا بنحط سكر ليه؟ السكر بيعادل أي مرارة في الفراخ، والطحينة بتسحب أي زفارة، وده السر اللي هقول لكم عليه النهارده. معلقة الطحينة مع الفراخ بتشيل أي زفارة كأنها مغناطيس. ودي دي الخلطة دي بتاعت محلات الشاورما، بيعملوا الخلطة ديت في الفراخ لما بيجوا ينقعوها. بعد كده طبعا بنصفي الفراخ كويس جدا من ميتها، وبالطريقة دي مش هتلاقي للفراخ أي زفارة. الطريقة التانية اللي أقولك عليها، لو انت مستعجلة بقى وراجعة من الشغل وعايزة تخلصي الأكل بسرعة، هتدعكي الفراخ بدقيق وملح وجنزبيل، وبتصفيها برضو كويس. الدقيق برضو من الحاجات اللي بتشيل اي زفارة، بتشيل اي لزوجة وريحة زفرة في جلد الفراخ، وبالتالي ما يبقالهاش اي زفارة. لو هتسلقي بقى الفراخ، هنحط في مية سلق الفراخ بصلة وطماطمية وورق لوري وحبهان وقرفة وبشر ليمون وخل. وده طبعا هي مش هيقلل الزفارة خالص، لا هيخلي طعم الشوربة وريحتها كويس. نبدأ بقى مع بعض. احنا طبعا هنسيب الفراخ بتاعتنا منقوعة ربع ساعة. هنبدأ نعمل مع بعض الخلطة بتاعتنا. زي ما قلت لكم، مية، معلقة ملح، معلقة سكر، معلقة خل، عصير ليمونة، وهنسيب الليمونة في قشرتها في قلب المية، معلقة طحينة. الطحينة يا جماعة من أجمل الحاجات اللي بتشيل الزفارة من الفراخ والبط. يبقى احنا كده حطينا معلقة سكر، معلقة خل، معلقة ملح، وعصير ليمونة، ورمينا قشر الليمونة زي ما انتم شايفين كده، والخل والطحينة. وهننزل بقى الفراخ بتاعتنا كده زي ما انتم شايفين، وهننقع الفراخ بتاعتنا في المحلول ده لمدة ربع ساعة. تمام. وطبعا بعد النقع هنصفي الفراخ بتاعتنا كويس من الميه، عشان ما يبقاش فيها اي زفاره. هقول لكم كمان على حاجه كمان كلنا بنغلط فيها واحنا بننقع الفراخ، ودي الحاجه دي بتزود زفاره الفراخ جدا، اللي هي انك بتحطي الكبد والقوانص مع الفراخ. الكبد والقوانص من الحاجات اللي بتخلي الزفارة تمسك في الفراخ جامد، لانهم اصلا ريحتهم زفرة جدا. فطبعا اول ما تجيب الفراخ بتفصلي الكبد والقوانص عن الفراخ، تنقعي دي لوحدها ودي لوحدها. وطبعا اوعي تغسلي الفراخ بميه سخنه، لان الميه السخنه هتثبت فيها الزفاره. اوعي تحط خل من غير ملح. ليه بقى؟ لان الخل هيخلي الفراخ بتاعتنا تتهري منك في التسويه، وهتبقى ريحه الزفاره في ماسكه فيها اكتر من الاول. وطبعا زي ما قلت لكم، معلقه الطحينه هي السر اللي بتشيل الزفاره من اي فراخ. ودي كانت كل المعلومات اللي هتخليكي تخلصي من زفاره الفراخ. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم يا ريت ما تبخلوش على لايك، مشاركه الفيديو، مشاركه في القناه. اشوفكم فيديوهات جديده ان شاء الله.